في الحلقة الثالثة من مسلسل العد التنازلي أو كاونت داون، بنشوف ميتشوم وهو بيعاني من الصداع بسبب الورم اللي في مخه والمسكنات مش جايبة نتيجة، وبيكلم الدكتور وبيطلب منه يشوف له مسكن أقوى. وبعدين بنلاقي أوليفيراس معاها كيلو هيروين أخدته من الشحنة اللي هربوها الحلقة اللي فاتت، وبتفكر تعمل بيه إيه، وتقريبا كده هتقسمها جرعات زي المدمنين. وبعدها بنشوف فايناو بناته بيصحوه بيقولوا له كل سنة وانت طيب عشان عيد ميلاده النهاردة، وزوجته بتدخل عليه بعلبة الدوناتس وبيهزروا مع بعض. والبنات بتخرج وزوجته بتعرفه انه لازم يرجع بدري عشان يخرجوا، وطبعا لان عيد ميلاده النهاردة بما انه ضابط شرطة هشك انه هيوفوا بعضه. وبعدها كلهم بيروحوا على المكتب، وميتشوم واوليفيراس بيتقابلوا في الجراج بيتكلموا عن العملية اللي فاتت، وبيتجمعوا كلهم، والكابتن درو نائب الكابتن بليس بيشرح لهم الخطوات الجاية وبيعرفهم المعلومات اللي وصلوا لها لحد دلوقتي، وهي انهم عرفوا ان الشخص اللي لويس قال عليه ده قبل ما يموت هو فولتشيك من بيلاروسيا، وانهم لازم يجمعوا عنه معلومات اكتر عشان يقدروا يوصلوا له. وهنا ميتشوم بيقول انه كان معاه وفي السجن واحد من بيلاروسيا لما كان مقضي 9 شهور متخفي في سجن بالمديل، وكان بيشتغل مع عصابات هناك، وإنه لو رجع السجن تاني ممكن يوصل للمعلومات اللي عايزينها منه. وبليس بيوافق وبيقول له إنه هيكلم مأمور سجن بالمديل ويطلب منه الخدمة دي. وبنلاقي شيبارد وبيل بيتكلموا، وشيبارد بتقول لبيل إنها عرفت إن عيد ميلاد فايناو النهاردة من ملفه الشخصي، وبتقترح عليه إنهم يجيبوا له تورتة ويفاجئوه في المكتب لخلق جو عائلي بين أعضاء الفريق. وبيل بيوافق وفعلا بتطلب تورتة مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد فايناو. وبعدها مأمور سجن بالمديل بيرد على الكابتن بليس على مكالمة فيديو، بيسلموا على بعض وبيفتكروا الأيام الحلوة بتاعت زمان، والمكالمة بتكون ودية جدا. لكن أول ما الكابتن بليس بيقول لمأمور السجن إنه عايز يدخل ميتشوم عنده تاني، بنلاقي المأمور اتعصب جدا وتحول ورفض رفض قاطع، وبيقول للكابتن بليس إنه ميتشوم لما كان عنده لمدة 9 شهور كان عامل مشاكل كتير، ولو كان حصل له حاجة وهو عنده في السجن ممكن المأمور كان يتفصل من الخدمة، وإنه ما صدق إن ميتشوم يمشي من عنده. والكابتن بليس بيحاول يقنعه ويفهمه إن الموضوع ده أمن قومي، لكن المأمور عنده عقدة من ميتشوم، وبيقول له على جثتي إنه يدخل السجن تاني. ووقتها بليس بيعرض عليه فكرة تانية، وبيقول له إنه لو مش هيقدر يدخل ميتشوم يبقى يطلع له السجين اللي ميتشوم عايز يتكلم معاه بطريقة ما تثيرش الشبهات. وبنروح لسجن بالمديل وبنلاقي السجين اللي ميتشم عايز يتكلم معاه، والحارس بيفتح له الباب ويبلغه ان المحامي بتاعه عمل له استئناف، وبيخرج وهو متكلبش وبياخدوه للعربية اللي هيتنقل فيها. واول ما الباب بيتفتح بنلاقي ميتشم متكلبش جوه العربية ولابس هدوم السجن، وبيفرح جدا لانه كان يعرف ميتشم كويس وانقذه من الموت قبل كده في السجن. وبيتكلموا مع بعض والعربية بتتحرك بيهم، واللي بنشوف ان اللي سايقها مين هو الشرطي فايناو وجنبه اوليفيراس. وبعد ما بيوصلوا لمنطقة مقطوعة فايناو بيضغط على زرار والكاوتش بيفرقع والعربية بيختل توازنها وبتخبط في الرصيف، والكلبشات اللي رابطة ميتشوم وتتفك. وطبعا كل ده جزء من الخطة، وميتشوم بيعمل صوت كأنه مصاب، وبتروح أوليفراس تفتح الباب عشان تطمن على السجناء، لكن ميتشوم بيهجم عليها وبياخد السلاح منها وبيثبتها. وبيجي فايناو وميتشوم برضه بيثبته وبيزقه على الأرض، وفايناو بيبصله كأنه بيقوله أنت واخد الموضوع جد كده ليه، وبيفكوا نفسهم وبيربطوا اوليفيراس وفايناو مكانهم. وبنلاحظ ان اوليفيراس مبسوطه قوي باللي بيحصل لانها بتحب جو الاثاره والاكشن ده، اما فايناو كان مصدوم ومش مستريح للموضوع لانه من النوع اللي بيجتهد في شغله لكن عايز يروح سليم لبناته كل يوم، وخصوصا ان النهارده عيد ميلاده. وميتشوم والسجين اللي معاه بيتخلصوا من الاسلحه وبيهربوا، وبيكون المشكله دلوقتي في هدوم السجن لازم يخبوها عشان محدش ياخد باله منهم. وبيلاقوا موقع عمل تابع لشركة مقاولات وبيدخلوا وبيسرقوا أفرولين بيلبسوهم فوق الهدوم، وبكده بيكونوا اتنكروا. لكن المشكلة دلوقتي مين هيخبيهم لأنهم مش هينفع يفضلوا برا كتير. والسجين اللي مع ميتشوم بيقول له إنه هيتصل بعمه وهو زي أبوه وهيساعده. وبيدخلوا كافيتيريا وبيتفقوا إنهم يسرقوا تليفون من واحد من الموجودين، لكن لازم طبعا السرقة تتم في خلال 30 ثانية بعد ما الشخص ده يفتح تليفونه عشان يكون مفتوح ويقدروا يستخدموه. وساعتها ميتشوم بيشغل صاحب التليفون، واللي معاه بيسرقه وبيتصل بعمه. وساعتها ميتشوم بيقلب القهوة على صاحب التليفون وبيقول له ادخل الحمام نضف هدومك، وبيقفل عليه الباب ويكسر الأكرة عشان يكسر وقت أكتر. وبيخرج يلاقي صاحبه اتصل بعمه وبيطلب منه المساعدة، وبيتفق معاه إنه هيبعت له عربية تاخده، وبيقول له هات التليفون اتخلص منه، وبيعمل نفسه رماه في الزبالة لكن بيحطه في جيبه عشان يستخدمه بعد كده. ونرجع تاني للمكتب والسكرتيرة بتقول للكابتن بليس إن ديجو جايله بيسألها هو تحت يعني في المدخل،
قالت له لا، ده طالع في الاسانسير، وده في حد ذاته جرأة منه ان يطلع لهم بدون اتفاق مسبق. وبيلاقوه طالع وبيزعق ومتنرفز، بيقول لهم انتوا من الاول مش معرفيني اي حاجة، وبقول ماشي، عملية سرية مش هتدخل فيها، لكن توصل انكم تهربوا سجين ويحصل كل ده من غير علم، يبقى كده من حقي اتدخل وافهم. طبعا الكابتن بليس لانه عارف انه في الموقف ده عنده حق، بيحاول يتكلم معاه بالراحة، لكن لأول مرة بنشوف الكابتن درو بيتعصب وبيزعق لديجو، وبيقول له احنا مش فاضيين لك واتفضل من غير ما ترد، وبيطلب له الاسانسير، وديجو بينزل برضه وهو متضايق وناوي يعمل لهم مشكلة. وبنشوف التورتة جت إلى شيبرد، طلبتها للكابتن فايناو، لكن بيل بيقول لها إن المحل كاتب عليها فاينال مش فايناو. وشيبرد بتزعل وبتقول إنها متأكدة إنها مأكدة على الحلواني الاسم. وبيل بيقول لها ما تزعليش، وبيجيب حتة من الديكوريشن بتاع التورتة وبيصلح الاسم. ونرجع لميتشوم وهو راكب العربية مع صاحبه اللي هرب معاه، وواحد قريبه واخدهم بعربيته، بيتكلموا مع بعض بلغة بيلاروسيا. وميتشوم مش فاهم حاجة، لكن بيلاحظ إن قريبه مش مبسوط من وجودهم، وبيسأله أنت واثق في عمك ده؟ وصاحبه بيقول له ده عمي يا جدع، وزي أبويا، وهيساعدني وهيهربني برا البلد. ميتشوم بيقول له هيهربك لوحدك يعني؟ بيقول له لا، هيهربنا مع بعض ما تقلقش. وبيوصلوا عند صالة رأس ملك عمه، وبيدخلوا بيلاقي إن عمه عمال يهزقه بالروسي برضه، وبيفهم إن عمه مش مبسوط باللي بيحصل. وميتشوم ساعتها بيسأل عن الحمام، بيقول له في آخر الطرقة. ميتشوم بينزل الحمام ويتصل من التليفون اللي معاه على أوليفرس، وبيقول لها تتابع التليفون ده عشان تعرف مكانه. وبيطلع من الحمام يبص على صاحبه وعمه، بيلاقيهم لسه بيتخانقوا، بيسيبهم وبينزل على البدروم وبيستكشف المكان، وبيدخل أوضة مش بيلاقي فيها حاجة، وبيدخل أوضة تانية بيلاقي فيها ورق كتير متعلق على الحيطة وخرايط وكلام كتير مش مفهوم. وبيطلع بيلاقي شخص في نهاية الممر واقف في الضلمة ومش باين شكله، لكن الكلام اللي كان على الحيطة الحاجة الوحيدة اللي لفتت نظره فيها كلمة جالاجر، كان في كلمة جالاجر على الحيطة. فبيشوف الشخص اللي كان شكله مش باين ده في آخر الطرقة. ميتشوم بيحاول يخلع من الموقف، بيسأله على الحمام، لكنه قبل ما يلحق يفهم أي حاجة بيلاقي مسدس على راسه من ورا، وبيكون ميخائيل عم صاحبه هو اللي بيثبته، وجنبه صاحبه بيقول له إن ميتشوم هو اللي ينقذه من السجن. ميخائيل بيقول له أنا من الأول مش مستريح له، وأنت هربان من السجن وجايب لي واحد يستخبى عندي، والحكومة هتيجي تدور عليكم هنا وتجيبوا لي مشاكل. ميتشوم بيقول له مرة تانية إن هو كان بيدور على الحمام واتلخبط ونزل هنا، لكن طبعا ميخائيل مش مصدقه. وبيظهر لنا ان الشخص اللي كان واقف في نهاية الممر هو فولتشيك، الشخص اللي من بيلاروسيا اللي هم عايزين يقبضوا عليه، لكن طبعا لحد دلوقتي محدش فيهم يعرف شكله. وفولتشيك عشان يداري على خطته راح كاسر اللمبة وعامل ماس كهربائي وولع في الورق كله، وساب المكان يتحرق وهرب. وبره كان ميخائيل مصمم يقتل ميتشوم، وساعتها ميتشوم كل تفكيره ان كده كده ميت، لانه عنده ورم في مخه ومش خايف من الموت. وبيبص لميخائيل وبيقول له اقتلني في وشي، وبيلاقوا الدخان طالع من تحت الباب والدور اللي فوق بيتحرق. وميتشوم في الوقت ده بيستغل الفرصة بيهجم على ميخائيل. وفي نفس الوقت بيحضر الفريق كله ومعاهم الكابتن درو اللي عمره ما نزل معاهم في عملية قبل كده، لكن هو في الحلقة دي دوره واضح جدا وبيتصرف تصرفات بطولية من أول الحلقة. وبيحصل تبادل إطلاق نار بين ميخائيل وبين أخوه وبين فريق ميتشوم، وفي طلقة بتتضرب على فايناو وبيجري عليه ميتشوم عشان يلحقه. ده النهاردة عيد ميلاده يا جدعان، هيموت يوم عيد ميلاده ولا ايه؟ لكن فايناو بيقول لميتشوم الطلقة ما جاتش فيا، وبيفرح ان هو سليم، لكن بنلاقي في الخلفية الكابتن درو وهو مصاب بطلق ناري في بطنه وبيقع، وكلهم بيتلموا عليه. وطبعا ميخائيل بيهرب في الزحمة وابن أخوه بيتقتل، وبكده تكون الحلقة خلصت. ولو عجبكم الملخص اتفرجوا على الحلقتين اللي فاتوا عشان تفهموا مسلسل أكتر، ودوسوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم ملخص باقي الحلقات وملخصات أكشن غيرها كتير.